السلام عليكم. وحشتوني يا أجمل وأحلى اخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة ومكملين مع بعض منتجات الأفران. فيديو النهاردة مميز جدا لعشاق البيتزا والميني بيتزا. جبت لكم ميني بيتزا الأفران بطريقة سهلة وبسيطة خالص. من 3 كوبايات دي بس هنعمل أكتر من كيلو ميني بيتزا، بالظبط حوالي 35 قطعة من البيتزا. نسمي بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. نزلت كده في بولة فاضية نص كوباية من المية الدافية، وعليهم 3 معالق كبار من الزيت، ومعلقة كبيرة لبن بودرة، ربع معلقة ملح، وربع معلقة زعتر، معلقة من الخميرة، معلقة من السكر، معلقتين من الزبادي. وقلب بقى كده المكونات السايلة بتاعتي دي كده تقليبة كويسة لغاية ما ادوب كل حاجة مع بعضها. انزل عليهم ب3 كوبايات من الدقيق المنخول، واعجن بقى كده العجينة بتاعتي كده عجنة كويسة. ولو وصلتي معايا لغاية هنا من الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة ولايك كده حلو منك. هنا انا كنت محتاجة شوية من المية. حاولي كده تضيفي المية تدريجيا واحدة واحدة، ما تنزليش كده بكمية مية كتيرة علشان ما تحتاجيش ان انت تضيفي دقيق. فانزلي كده بالمية شوية بشوية لغاية كده ما تلمي العجينة معاكي وتعجنيها كده وتبقى العجينة حلوة كده وناعمة في ايديكي. بالظبط ال3 كوبايات من الدقيق اخدوا معايا كوباية الا ربع من المية الدافية. عجنت بقى كده العجينة بتاعتي عجنة كويسة ما يقل عن 4 أو 5 دقايق لغاية ما تبقى العجينة ملمسها في ايدي كده ناعم. عايزه اقولك جربي بقى كده الميني بيتزا ديت وهتلاقيه وهتطلع معاكي اجمل واحلى من بتاعه الافران، وطبعا اوفر بكتير. انا بسأل على الكيلو لقيت الكيلو حوالي ب50 وفي اماكن تانية ب60. ليه؟ هي كل الحكايه اصلا شويه دقيق وشويه ميه مش اكتر من كده. وعملنا ما شاء الله من زي ما بقولك من ال3 كوبايات دي دول عملنا حوالي 35 قطعه ميني بيتزا. عجنت بقى كده العجينة بتاعتي كويس ومسحتها بقى كده بمسحة من الزيت، ومسحت الطبق برضو مسحة من الزيت، وسبتها كده غطيتها في مكان بقى كده دافي تخمر معايا. هنجهز بقى صلصة البيتزا الصلصة السهلة السريعة جدا. زي ما شفتي كده 4 طماطمات. شلت كده القمع بتاع الطماطم وقسمتها كده 4، وولعت كده عليها النار. خدت كده غلوة معايا وقفلت عليها، شلت القشرة منها وضربتها ضربة كويسة في الخلاط. وزي ما شفتها كده فضيتها كده في الكسرولة، ونزلت عليها بنص معلقه توم بودره، نص معلقه بصل بودره، ربع معلقه زعتر، ربع معلقه فلفل اسود، وربع معلقه من الملح، ومعلقه كبيره كاتشب او معلقه كبيره صلصه طماطم. وهديت بقى كده عليها النار وسبتها لغايه ما تشرب الميه الزايده اللي فيها خالص. هنا هنا بقى كده كانت العجينه ما شاء الله خمرت معايا وبقت زي الفل. هبتدي بقى ان انا اقسمها. هنا عندك طريقتين ان انت تقسمي العجينه بيها. ممكن تفرديها كده على الرخامه وتقطعيها كده بالكوبايه، او تعمليها دي كده اسهل على فكره، او تعمليها زي ما شايفاني كده اهو. باخد كده العجينه، باخد قطعه كده من العجينه حوالي حجم كده الليمونيه، واقطعها كده بالشكل دوت. باخد كده قطعه من العجينه صغيره بالظبط قد الليمونه، وبقفل عليها كده تقفيل كويس من تحت، واسيبها كده اهو على الرخامه. فديت كده اسهل من انتي تفرديها كده بالنشابه وتقطعي بقى بالكوبايه، لا دي كده اسهل. انا بحاول ان انا اجيب الطرق بتاعتي بتاعت الوصفات بتاعتي سهله، بحاول ان انا اسهلها على ست البيت. قطعت بقى الكميه بتاعت العجينه بتاعتي كلها بالحجم اللي انت شفتيه دوت، حجم الليمونه بالظبط. معايا بقى كده كميه من الزيتون، وكميه كده من الفلفل الرومي، وكميه كده من القوطه. هنا بناخد اللحم بتاع الطماطم بس، قلب الطماطم لا. حاولي ما يكونش فيه اي سوائل خالص في الخلطه. وقلبتهم كده تقليبه كويسه مع بعض بشويه جبنه رومي مبشوره. بصي هنا قوام الصلصه كان عامل ازاي. بتاخد معاكي على النار حوالي 10 دقايق على نار هاديه لغايه ما القوام بتاعها يبقى نفس القوام زي ما انت شايفاه كده اهو. طبعا هنا العجينه كانت ارتاحت معايا بعد ما قطعتها.
ابتدي بقى كده اخد كل واحدة، اول واحدة انا بدأت بيها، لاني اول واحدة دي هي اللي هتلاقيها ارتاحت معاكي كويس. معايا بقى كده الصينية بتاعتي مدهونة دهنة زيت بسيطة، وابتدي كده اخد العجينة بتاعتي افردها بالشكل ده زي ما شفتيني، وبالشوكة كده واديها كذا تخريمة. معلقة صلصة صغيرة بقى كده على كل واحدة، وافردها كده فردة بسيطة، احاول ان انا بس ما فيش حاجة تنزل مني على الصينية. دهنتها بقى كده بالصلصة كلها زي ما انت شفتيني كده اهو. ابتدي بقى احط كده شوية من الحشوة بتاعتي. عايزة اقولك صلصة البيتزا ديت اسهل واطعم صلصة بيتزا، جربيها هتعجبك قوي. مكوناتها سهلة جدا وطريقتها سهلة جدا وطعمها بجد خطير. كده انا خلصت الصينية الاولى دي، كده كانت تاني صينية معايا. زي ما شفتيني كده فردت كده العجينة كلها في الصاج، وبالشوكة كده خرمتها، ونزلت كده بمعلقة صلصة صغيرة على كل واحدة. احاول بس كده وانا بفرد الصلصة كده ما ننزلش حاجة على الصينية بتاعتي، واي حشوة تقع مني على الصينية اشيلها، علشان الحشوة دي كده لو سبتها هتتحرق. شفتي ما شاء الله الكمية ما شاء الله قد ايه؟ من 3 كوبايات دقيق بس. القوطة عندنا والفلفل عندنا، وطبعا اوفر لنا بكتير. هو بس كل اللي انت هتجيبيه الجبنة الرومي المبشورة. على فكرة ميني بيتزا الافران مش بيحطوا لها موتزاريلا خالص، بيحطوا جبنة رومي مبشورة فقط لا غير، وشوية طماطم صغيرين وقطعة فلفل او قطعة زيتون، وبس على كده. ما شاء الله احنا يعني الحشوة بتاعتنا كتيرة على البيتزا، وبجد طعمها جميل جدا. وبمعنى اصح خادمين العجينه خدمه كويسه قوي، يعني هما مش هيحطوا زبادي ولا لبن بودره، احنا مكلفين العجينه بجد تكلفه حلوه جدا. طبعا بتدخليها بقى الفرن على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص، بتشغلي عليها الفرن من فوق وتحت. ولو الفرن عندك بيشتغل من تحت بس، شغلي عليها الاول من تحت وتابعيها. اول ما تاخد معاكي اللون الخفيف الفاتح على الخفيف الذهبي الفاتح ده، افتحي عليها الشوايه. بصي بقى ما شاء الله خفيفة، والعجينة هشة وقطنية خالص ازاي. دي هتنفع معاكي جدا في فطار الصبح، هتنفع معاكي للأولاد في اللانش بوكس. مفيش حد من أولادنا ما بيحبش الميني بيتزا، طبعا كل أولادنا بيحبوها. جربيها بالطريقة دي وأنا متأكدة إنها هتعجبك جدا. وما تنسيش بقى لو عجبتك كومنت كده حلو منك ولايك كده حلو منك يفرحني. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.